أكبر البحيرات الطبيعية في العالم. احتل بحر قزوين صدارة قائمة أكبر 10 بحيرات طبيعية في العالم، في القائمة التي أعدها موقع وورلد أطلس. وهيمنت البحيرات العظمى بأمريكا الشمالية وإفريقيا على كثير من المراكز، لكن القائمة لم تخلو من بحيرات أخرى في آسيا وشمال كندا. وتتشكل البحيرات لأسباب عدة، منها الأنشطة التكتونية والبركانية وحركة الأنهار الجليدية، بينما تسببت الأنشطة الإنسانية، سواء المقصودة أو العفوية، في تكون أو تدمير الكثير من البحيرات. 1. شرطة بحر قزوين 371 ألف كيلومتر مربع. يعد بحر قزوين أكبر بحيرة في العالم، وتبلغ مساحته 371 ألف كيلومتر، ويحوي أكثر من 87 ألف كيلومتر مكعب من المياه، فضلاً عن كونه ثالث أعمق بحيرة في العالم. يبلغ أكبر عمق بحر قزوين 1025 متراً، وأقصى طول 1199 كيلومتراً، ويسجل متوسط عمقه 211 متراً، وهو الوحيد في القائمة الذي ينتمي لفئة البحيرات المحيطية. يطل على بحر قزوين إيران وكازاخستان وتركمانستان وروسيا وأذربيجان، وتصب فيه أنهار الفولجا والأورال وكورا. بحيرة سوبيريور أكثر من 82 ألف كيلومتر. 2. بحيرة سوبيريور هي أكبر بحيرة للمياه العذبة في العالم، وأكبر أعضاء البحيرات العظمى بأمريكا الشمالية بمساحة تبلغ 82.414 ألف كيلومتر. تمتد البحيرة لمسافة 563 كيلومتراً، ويبلغ عرضها 257 كيلومتراً، وعمقها 406 أمتار، وتتدفق المياه من البحيرة عبر نهر سانت ماري وممرات سويلوكس باتجاه بحيرة هيرون. وشأنها شأن غيرها من البحيرات العظمى. تكونت بحيرة سوبيريور نتيجة حركة الأنهار الجليدية. 3. شرطة بحيرة فيكتوريا أكثر من 69 ألف كيلومتر. بحيرة فيكتوريا هي أكبر بحيرة في إفريقيا، وأكبر بحيرة مدارية في العالم، وثاني أكبر بحيرة مياه عذبة بالأرض على مساحة 69485 كيلومتراً. لقبت باسم الملكة فيكتوريا، وتستمد الماء من نهر كاجيرا، ويغطي حوضها مساحة كبيرة من القارة السمراء، كما تتسم بأنها ضحلة نسبياً، إذ يبلغ متوسط عمقها 40 متراً، ولا يتجاوز أقصى عمق لها 84 متراً. بحيرة فيكتوريا محاطة بأكثر من دولة هي كينيا وأوغندا وتنزانيا، ويقع بداخلها 84 جزيرة صغ. 4. شرطة بحيرة هيرون 60 ألف كيلومتر تقريباً. ثاني أكبر البحيرات العظمى بأمريكا الشمالية، ويحدها من الغرب ولاية ميشيغان الأمريكية وأونتاريو الكندية من الشمال والشرق. بحيرة هيرون هي ثالث أكبر بحيرة مياه عذبة في العالم، وتبلغ مساحتها 59596 كيلومتراً، وطولها 331 كيلومتراً، وعرضها 295 كيلومتراً. يصل أقصى عمق للبحيرة 229 متراً، ومتوسط عمقها 59 متراً، وشأنها شأن باقي البحيرات العظمى، فقد تكونت نتيجة حركة الأنهار الجليدية، ومصدرها الرئيسي للمياه هو مضيق ماكيناك ونهر سانت ماري. تضم بحيرة هيرون جزيرة ماناتولاند، وهي أكبر جزيرة داخل بحيرة في العالم. 5. شرطة بحيرة ميشيغان 58 ألف كيلومتر تقريباً. بحيرة ميشيغان عضو في عائلة البحيرات العظمى، لكنها تختلف بكونها الوحيدة التي تقع بالكامل داخل حدود الولايات المتحدة الأمريكية.
هي ثالث أكبر البحيرات العظمى من حيث المساحة، والثانية من حيث الحجم، إذ تحوي 4918 كيلومتراً مكعباً من المياه. يبلغ طول بحيرة ميشيغان 494 كيلومتراً وعرضها 190 كيلومتراً، وتمتد شواطئها على مسافة 2575 كيلومتراً. يتلاصق حوضاً بحيرتي ميشيغان وهيرون من ناحية الشرق، ويبلغ متوسط عمق الأولى 85 متراً، ويصل في أقصى عمق له إلى 282 متراً. كغيرها من البحيرات العظمى، تشكلت بحيرة ميشيغان عن طريق حركة الأنهار الجليدية، وتتصل بالمحيط بممرات مائية وقنوات صناعية، منها سانت لورانس وجريت ليكس. 6 بحيرة تنجانيقا 33 ألف كيلومتر تقريبا. بحيرة تنجانيقا هي ثاني عضو من البحيرات العظمى الإفريقية ينضم للقائمة، وأطول بحيرة عذبة في العالم، ومن بين الأكبر مساحة، وتقع وسط مناطق مرتفعة، وتستمد مياهها من أنهار روزيزي وكالامبو ومالاجاراي. تقول التقديرات إن بحيرة تنجانيقا هي ثاني أعمق وأكبر بحيرة للمياه العذبة في العالم من حيث الحجم، ويمتد حوضها إلى بوروندي وتنزانيا وزامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. يبلغ متوسط عمق تنجانيقا 570 متراً، ويصل أقصى عمق بها إلى 1.470 مترا، وتشكلت نتيجة الأنشطة التكتونية، ويصل أقصى امتداد لها إلى 677 كيلومتراً، ويبلغ عرضها 50 كيلومتراً، وتشتهر بأنها ثاني أعمق بحيرة في العالم. 7 بحيرة بإيكل 31 ألف كيلومتر تقريباً. تقع بحيرة بإيكال التي يطلق عليها لقب بحيرة الطبيعة في شمال الحدود المنغولية مع منطقة سيبيريا الروسية، وتحتوي على 20% من المياه العذبة بالعالم، كما تعد مياهها واحدة من أنقى المياه على وجه الأرض. بإيكال هي أكبر بحيرة في العالم من حيث حجم المياه، وأعمق بحيرات الأرض أيضاً، ويرجح أنها واحدة من أقدم البحيرات التي تشكلت على الأرض، إذ تشير التقديرات إلى أن عمرها لا يقل عن 25 مليون عام. يسجل متوسط عمق بحيرة بإيكل 744.4 متر، ويصل أقصى عمق لها إلى 1642 متراً، ويطلق عليها لقب جالاباجوس روسيا، في إشارة إلى عزلتها عن البشر وعمرها المديد الذي جعلها موطن مجموعة كبيرة من الكائنات البحرية غير المألوفة في العالم. يقع حوض البحيرة بالكامل في روسيا، ومصادر مياهها الرئيسية هي أنهار باجازين وسيلينجي وأنجرة العلوي. 8 بحيرة جريت بير 31 ألف كيلومتر تقريبا. تقع بحيرة جريت بير جنوبي القطب الشمالي داخل المنطقة الشمالية الغربية من كندا، وهي رابع أكبر بحيرة في أمريكا الشمالية. تمتد البحيرة لمسافة 320 كيلومتراً، ويبلغ عرضها 175 كيلومتراً، ويسجل أقصى عمق لها 446 متراً بمتوسط 71.7 متر، كما توجد بها 26 جزيرة تبلغ مساحتها المجمعة 759.3 كيلومتر. تستمد بحيرة جريت بير مياهها من نهر يحمل نفس الاسم، وترتفع عن مستوى سطح البحر بواقع 186 متراً، وتشتهر بدرجة برودة لا تحتمل في الشتاء. 9 بحيرة مالاوي 30 ألف كيلومتر تقريباً. يقع حوض بحيرة مالاوي بين دول تنزانيا وموزمبيق ومالاوي، وبجانب اعتلائها الترتيب 9 عالمياً، فهي ثالث أكبر وثاني أعمق بحيرة في القارة الإفريقية. يبلغ أقصى عمق لبحيرة مالاوي
إلى 706 أمتار، ويبلغ طولها 579 كيلومتراً، ويسجل متوسط عمقها 292 متراً، ورافدها الأساسي هو نهر روهوهو. تشتهر البحيرة التي تشكلت على ارتفاع نحو 500 متر فوق سطح البحر نتيجة انفصال صفائح تكتونية بأنها موطن أكبر عدد من أنواع الأسماك في العالم، ومنها نحو 1000 نوع من القشريات. 1. سيفر شرطة حير جريت سليف 29,000 كيلومتر تقريبا. بحيرة جريت سليف أعمق بحيرة في أمريكا الشمالية، إذ يبلغ عمقها 614 متراً، وهي ثاني أكبر بحيرة في شمال غرب كندا. يبلغ طول البحيرة 480 كيلومتراً، ويتراوح عرضها بين 19 إلى 109 كيلومترات، وتغطي مساحة 28,930 كيلومتراً، ورافدها الأساسي للمياه هو نهر هاي، وتصب في نهر ماكنزي، ونظراً لوقوعها في أقصى الشمال تشتهر بأن مياهها تكون متجمدة في أغلب فترات العام. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.